السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يخوض فريق الكرة بنادي الاتحاد مباراة مهمة، مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الاتحاد في مشواره في البطولة العربية، عندما يحل ضيفا على فريق الجيش الملكي المغربي في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية. إن شاء الله بإذن الله أن الاتحاد يعود إلى المغرب بنتيجة إيجابية تخليه يمشي لمباراة الإياب في بنغازي وهو عنده ثقة في نفسه خلال هذه المرحلة. نتائج الاتحاد في البطولة العربية السابقة، إذا ما نظرنا لمشاركة الاتحاد عربيا، لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. إن شاء الله بإذن الله أن الاتحاد يحقق نتائج إيجابية في البطولة العربية، وإن شاء الله بإذن الله أن الاتحاد قادر على العودة من المغرب لما لا بالفوز. ونادي الاتحاد نادي كبير، ونادي الاتحاد نادي عريق، وقادر إن شاء الله على العودة بنتيجة تخليه يكون مرتاح في مباراة الإياب. مباراة ليست سهلة، مباراة تتطلب التركيز، ولقاء أجوار، يجب التركيز، يجب الحذر، يجب ألا يكون هناك تباعد بين الخطوط، يجب على اللاعبين تقديم وجه مشرف للكرة الاتحادية خاصة والكرة الوطنية عموما، فهو لا يمثل نفسه إنما يمثل الوطن، فواجبنا أن نقف مع ممثل الوطن نادي الاتحاد، كون نادي الاتحاد هو زعيم وعميد الأندية الليبية ب59 بطولة. وإن شاء الله بإذن الله أن الاتحاد يحقق المطلوب منا في مباراة الذهاب. مباراة الذهاب أنا أرى بين الاتحاد لو طلع بنتيجة إيجابية في الذهاب راح تخليه يمشي للإياب بمعنويات عالية وبتركيز عالي وبرغبة في تحقيق الفوز بإذن الله تعالى. عشمي كل العشم أن أرى الروح الاتحادية تعود، ونشوفوا وجه اتحادي جديد يختلف عن الوجوه السابقة على الصعيد الإقليمي والقاري. لازلنا نشعر بألم الخروج المهين من الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا، ونتمنى أن نحن نكون في يومنا وأن ربي ينصرنا على منافسنا اليوم. وإن شاء الله بإذن الله بدعوات الجميع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في هذا الوطن، قادر الاتحاد على تحقيق الفوز بإذن الله تعالى. نفرح جميعا بتأهل الاتحاد من مرحلتي الذهاب والإياب، وإن شاء الله بإذن الله بدعواتكم الصادقة وبتكاتفكم الصادق يدا بيد من أجل الزعيم العميد، ومن أجل أن نرى الاتحاد خارجيا يتألق، وتكون هذه المشاركة مختلفة عن المشاركات السابقة. هذا ما نتأمله، وهذا ما نرجوه، وهذا ما نطمح إليه. إن شاء الله بإذن الله نريد صورة مختلفة عن الوجوه السابقة، عن المشاركات السابقة، وبإذن الله اللاعبين لن يخذلونا، والمدرب يحط التشكيل المناسب، وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء.